تخيل تكون مع شخص قدام الناس ملاك، يضحك ويبان أطيب إنسان، لكن أول ما يقفل الباب يتحول لوحش. مش بيكتفي إنه يوجعك، هو بيستمتع يشوفك بتنهار قدامه. النرجسي الشرير غير أي نوع تاني، يجمع بين غروره العلني وتمثيله الخفي، ويضيف عليهم قسوة مفيش زيها. بره مثالي، جواك كابوس. يقلل من نجاحك، يبوظ فرحتك، يستعمل أسرارك ضدك، ويخليك تشك في نفسك. يمكن أنا اللي غلطان، لكن لأ، ده مقصود. أخطر نقطة إنه يكسر ثقتك بنفسك عشان يسيطر عليك. وعشان كده أهم خطوة تحط حدود، وتفتكر إن الخروج من العلاقة مش ضعف، الخروج حياة. الأخطر إنه ساعات يبقى ساحر، يضحك، يديك إحساس بالأمان، وفجأة يقلبك جحيم. والدايرة دي تفضل تلف لحد ما تبقى أسير خوفه. النرجسي الشرير مش بيدور على حب، هو بيدور على ضحية، ويمكن الضحية دي تكون انت. ودي مجرد بداية للحلقة دي. في كل بروفة كلمة، وفي كل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.